السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم هي عباره عن تحليه بثلاث طبقات. تحليه كتجي رائعه لذيذه ومنعشه. عندنا طبقه اولى بنكهه خفيفه مع طبقه ديال كولي ديال الفواكه مع طبقه ديال الكريمه بنكهه الجبن. هاد الطبقات هادو كيعطيونا واحد النتيجه نهائيه اللي هي رائعه، واحد التحليه اللي المذاق ديالها رائع بزاف، والشكل ديالها حتى هو كيجي راقي. تصلح هكا المناسبات ديالكم، الفطور، للسحور. ما نطولش عليكم، ندوز ان شاء الله نجمعوا ونشوفوا الطريقه والمقادير. اذا نبداو ان شاء الله على بركه الله. عندي هنايا باش نوجدوا الطبقه الاولى غنحتاجوا لواحد لتر ديال الحليب. هنايا درت نصف لتر الاول، غنضيفوا نصف لتر الثاني. غادي نضيفوا السكر سنيده اولا سكر حبيبات. انا هنايا درت ثلث كوب. التحليه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، تقدروا ديروا اكثر كيف ما تقدروا ديروا قل. صافي كنديروا النشا الذره اولا المايزينا. عندي هنايا 6 ديال المعالق كبار ممسوحين. كيف ما شفتوا معايا انا هنايا درت 6. صافي من بعد كنخلطوا جميع هاد العناصر هادو على البارد، يعني كنخلطوا حتى كتذوب لينا هذيك المايزينا اولا هذاك النشا. صافي من بعد كنديروا الخليط ديالنا فوق النار وكنبقاو مستمرين في التحريك، يعني ما كنحيدوش يدينا من التحريك حتى كيعقد لينا الخليط. وكنحصلوا على الخليط الاول هذا هو عباره عن مهلبيه، يعني حتى كنحصلوا على خليط ديال المهلبيه، يعني القوام المطلوب اللي هو هذا. يعني اول ما كتبدا الخليط كيعقد وكتبدا التحليه تيبدا الخليط كيبقبق، كنعرفوا بانه صافي واجد. صافي هنايا كنحيدوه من فوق النار وكنضيفوا له المكون اللي غنكهو به التحليه ديالنا يعني الطبقه الاولى اللي هو جوز الهند اولا الكوك. انا هنايا غادي ندير 3 ديال المعالق كبار. اللي ما تيبغيش يقدر تستغناو عليه وديروها بنكهه الفاني، ولكن صدقوني هذا جوز الهند راه كيجي رائع في التحليه هذه. صافي كنخلطوه في الاول مزيان، هو راه حتى هو كيعاون ان التحليه كتعقد، كتزيد يعني كيعطيها واحد القوام اللي هو عاقد. صافي وكنضيف المكون اللي ما كنستغناش عليه انا صراحه في المهلبيه اللي هو الكريم شونتي، وانا متاكده الا جربتوه حتى نتوما ما باقيش غادي تستغناو عليه. هنايا ضفت 2 معالق كبار، وإلا ما بغيتوش ديروهم يعني ما متوفرينش ماشي مشكل ما ديروهمش. صافي كنخلطو مزيان وكنصبوا الخليط ديالنا في كاسات ديال التقديم. انا هنايا درت هادو، الخليط هذا كيعطيني 6، انا عندي هادو شويه كبار، الخليط راه كيعطينا 6، انا هنايا درت 4 ودرت وحدين اخرين صغار. فكنصبوا الطبقه الاولى. الطبقه الاولى هذه كما قلت لكم هي يعني بحال غتكون مهلبيه بنكهه ديال جوز الهند اولا بنكهه ديال الكوك. تقدروا توقفوا هنا، يعني تكون هذه كتحليه اقتراح اول، يعني تحليه بهذا المذاق هذه. تقدروا من بعد تزينوها غير بمكسرات اولا بقطعه من الفواكه من الفوق وهي عندكم مهلبيه بنكهه جوز الهند. انا غادي ندير مراحل اخرى فهاد التحليه هذه، يعني هاد الطبقه الاولى كنخليوها حتى كتبرد كندخلوها للثلاجه وكندوزو كنوجدوا الطبقه الثانيه اللي هو الكولي ديال الفواكه. انا هنايا غادي نديرها بالنكهه ديال الفريز والبلوبيري، نتوما ديروا اللي تبغيو. عندي هنايا كوب ديال الفريز وعندي نص كوب ديال البلوبيري كانوا عندي مجمدين، تقدروا ديروهم فريش. تقدروا تعوضوا هاد الفواكه هادو بالمونغ ولا بالاناناس اولا باللي تبغيو. فانا هنايا ضفت لهم 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. دائما السكر تيبقى على حسب الحلاوه، انا بغيتهم يكونوا شويه فيهم ديك الحموضه، باش الحموضه مع الحلاوه كيعطيونا يعني واحد المذاق اللي هو زوين. صافي كنديرهم فوق البوطه غير حتى كيدبالوا. انا هنايا ما ضفت لهم لا ماء لا حتى شي حاجه، يعني غير هما هذوك الفواكه يطلقوا الماء ديالهم لانهم كانوا مجمدين. صافي من بعد ما كنحس بهم دبالوا كندوزو كنطحنوهم، سواء كتخليهم حتى كيبردوا وكطحنوهم في الخلاط الكهربائي اولا كديروا البراميكسور بحال غادي ندير انا وهما سخان. غادي نطحنهم كما قلت لكم، راه تقدروا تعوضوا الفواكه هادو يعني الطبقه هذه تعوضوها بالفاكهه اللي متوفره عندكم، يعني ماشي ضروري انكم تقيدوا بهادو. ولكن هذا الخليط هذا المزيج هذا راه كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع ديال الكوك مع الفريز والبلوبيري، كيعطي واحد المذاق صراحه اللي هو رائع. صافي هنايا من بعد ما كنطحن هذوك الفواكه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا عندي القوام شويه سائل، لهذا غادي نضيف ليه باش اننا نحصلوا على واحد القوام اللي هو كريمي. غادي نضيف له واحد المعلقه صغيره ديال نشا الذره اولا المايزينا، كندوبها تقريبا في واحد 2 ولا 3 ديال المعالق ديال الماء وكنضيفوه لهذاك الخليط ديال الفواكه.
كندوبوها على برا هو الاول يعني في الماء بارد، عاد كنضيفوها لان عندنا الخليط ديال الفواكه سخون. الا درنا له نشا غادي تكور لينا، غادي سهل، غادي صعيبه اننا ندوبوها فيه. لهذا كندوبوها في شي 2 ولا 3 المعالق ديال الماء، عاد كنضيفوا هذاك الخليط لهذاك الفواكه ديالنا، وكنرجعوهم فوق النار نفس الكاسرول اللي كنديرهم فيه. صافي كنرجعوهم وكنبداو كنحركوا تحريك المستمر حتى كيعقد لينا الخليط. كيف ما كتشوفوا معايا، واخا كنحسوا بعقاد كنبقاو كنخليوه شويه مازال فوق النار مع التحريك المستمر. ضروري كنبقاو كنحركوا باش ما كيتحرقش لينا القعر ديال الطنجره، ويعطينا المذاق ما زوينش في التحليه ديالنا. صافي هنايا من بعد ما وجد غادي نديرو فوق الطبقه الثانيه. الطبقه الاولى هذه راها بردات، يعني راها شاده راسها كيف ما كتشوفوا راها بردات. فهنايا كندير تقريبا واحد 2 معالق كبار من هذا الكولي ديال الفواكه فوق كطبقه ثانيه. كنحاولوا كنمشيوها غير بالمهل من فوق المهلبيه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا كلشي راه موضح يعني في الفيديو، الطريقه راه باينه. انا هنايا كنحاول ندير بشويه لان الطبقه ما بارداش مزيان، يعني غير عقدات شاده في راسها والكولي سخون. الا ما حركناش بشويه تقدر يتخلطوا لينا الطبقات. داكشي باش كنحاولوا غير بشويه وغير بالمهل كنمشيو هذيك الطبقه ديال الفواكه من فوق الطبقه ديال المهلبيه ديالنا حتى هذه هكا. نقدروا عاوتاني نوقفوا في هذه المرحله هذه وهكا تكون عندنا مهلبيه بجوج طبقات، طبقه بنكهه ديال الكوك اولا نكهه الفانيلي بالنسبه اللي ما بغاش يدير الكوك، مع طبقه ديال فواكه تقدروا ديروا اي حاجه. وهي عندنا مهلبيه اولا تحليه بجوج طبقات، يعني هكا هذه مرحله تقدروا توقفوا فيها كتكون لنا تحليه بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا كتجي شكل ديالها رائع. يعني هنا تقدروا توقفوا ديروا غير واحد الطريف مثلا ديال الفريز اولا شي حاجه كتزيين، اولا تقدموها غير هكا بدون تزيين وهي تحليه واجده. مي انا غنزيد لها طبقه ثالثه واللي هي بالنكهه ديال الجبن. عندي هنايا 4 ديال القطع ديال الجبن كريمي، الجبن مربع، كريمي مربع. وكنضيف معاهم باش نحليو تحليه، يعني كنضيف 2 معالق كبار ديال الحليب مكثف محلى. هيا درت 2 معالق ديال الحليب مكثف محلى. وغادي نضيف للخليط هذا علبه ديال القشده الطريه. هنايا درت انا علبه تقريبا فيها تقريبا 120 غرام، فكنديرها كامله. دابا هنايا كنعصر حتى الاخر حتى الاخر نقطه من الكريمه، يعني حتى شي حاجه ما تشيط. صافي. بالنسبه لي ما عندوش هاد الكريمه القشده هكا، ممكن ديروا الحليب مع القشده الطريه، اولا ممكن ديروا الكريمه ديال الخفق السائله. صافي هنايا كنخلط هذوك العناصر كامله، انا درتهم هنايا في الهاشوار كيف ما كتشوفوا. كنخلط هذوك العناصر كامله حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي هو كريمي. قوام اللي تيكون شويه عاقد، لان الجبن مع هذيك الكريمه تعطينا قوام شويه كريمي كيف ما كتشوفوا. هذا هو القوام، وهذا القوام هذا راه كيزيد كيعقد فاش كنديروه فوق فاش كندخلوه للثلاجه. انا هنا باش يجيني ساهل انني نمشيه من فوق التحليه ديالي، من فوق يعني الطبقه الثانيه ديال التحليه درتو في هذاك البوش وكنحاول كنمشيه. سينو تقدروا ديروه غير بالمعلقه، مي هاد الطريقه هذه تقدروا ديروه غير بلاستيك غذائي الا ما توفرش بوش. الطريقه هذه كتجينا سهله اننا نوزعوا طبقه متساويه ديال هذيك الكريمه البيضاء فوق التحليه ديالنا. وانتم كيف كتشوفوا معايا طبقات ديال التحليه تيجيو باينين، تيجيو رائعين وكيجيو لذاذ. هنايا غادي ندخلوها للثلاجه حتى كتبرد مزيان، باش ما كتكون احسن. صافي من بعد كندوزو للتزيين. التزيين تيبقى اختياري، كل واحد يقدر يزين باللي متوفر عنده وباللي بغى. يعني انا اول شيء غادي ندير واحد رشه خفيفه ديال الكوك، بما ان التحليه دايما فيها الكوك فغادي ندير واحد رشه خفيفه ديال الكوك. يعني التزيين غادي نزين بداكشي اللي انا درت في التحليه، درت فيها الكوك، درت فيها الفريز والبلوبيري، فهما باش انا زينت. وهذا هو كان الشكل هكا كيفاش يعني انا قدمتها. نتوما تقدروا تبدعوا اكثر يعني تقدموها بطريقه احسن مني انا هذا كان اقتراح من عندي انا. فكما قلت لكم كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. التحليه هذه صدقوني كتجي رائعه، يعني كتجي طبقه اولى كريميه سيرتو بالنسبه للناس اللي كيبغيو الجوز الهند، يعني نكهه جوز الهند. وحتى اللي ما كيبغيهاش راه ممكن يدير الفاني.
كتجي طبقه اولى كريميه مع كولي ديال الفواكه، كتكون فيه واحد الحموضه اللي هي خفيفه، يعني كتحس به منعش. يعني هذيك الحلاوه مع هذيك الحموضه الخفيفه ديال الكولي ديال الفواكه مع هذيك المذاق ديال الجبن يعني اللي كنديرو من الفوق، كيعطينا بحال كناكلو بحال تشيز كيك، بحال يعني واحد المذاق اللي كيجي رائع ومختلف، يعني على المهلبيه العاديه تماما مختلف. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم، ان الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وكما العاده الى عجباتكم الفكره فضلا وليس امرا ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناه، بالنسبه اللي مازال ما مشتركش في القناه، باش هكذا ان شاء الله يوصلكم اي جديد. وبالنسبه